لما فكرت اتكلم عن فلاحين مصر اكتشفت انهم متقسمين لثلاث فئات. الفئة الاولى هي فلاح المهنة، الفئة التانية هي فلاح النشأة، الفئة التالتة هي فلاح الاخلاق. وعشان انت فلاح فانت اكيد مش فاهم كلامي، تعال اشرح لك واحدة واحدة. فلاح المهنة ده مش محتاجة فقاقة، ده عم بهلول النجعاوي عنده قيراطين ارض زراعية بيزرع فيهم برسيم عشان يعلف الحمير والبهايم اللي في القاهرة. الحمير والبهايم حرفيا، يعني ده مش اسقاط سياسي على سكان القاهرة، عشان انا عارف العيال المحنيكة اللي مفكراني كريستوفر نولان. فلاح النشأة ده زي واحد اسمه مازن تامر عبد القوي، اتولد في قرية في الفلاحين، فاسمه وصفته ارتبط للأبد بالفلح. يعني بطاقته الشخصية مكتوب فيها محل سكنه كالآتي: محافظة كفر الشيخ، مركز مطوبس، قرية بني بكار. شوف، يعني رغم ان اسمه مازن تامر، يعني اسم يدل على شعر كيرلي ومدرسة لغات تجريبي، لكن مهما تمدن هيفضل مربوط بقرية بني بكار مركز مطوبس. اما الفئة الثالثة وهي فلاح الأخلاق، ده حكايته حكاية. هو أخلاقه اخلاق فلح، يعني فاهم انت، مش اخلاق الفلاحين اللي هم بيزرعوا الارض، لا، يعني الموضوع صعب شرحه. تعال اديك مثال. في بعض الصفات والتعابير مربوطه دايما بالفلاحين، يعني مثلا يقول لك بلاش يا ابني لقم الفلاحين ده، او تقول لك بطلي يا بت انت كهن الفلاحين ده. انت ممكن تسال سؤال فلسفي جدا وتقول يا ترى ايه الفرق بين لقم الفلاحين وكهن الفلاحين؟ بص ركز معايا، كهن الفلاحين ده اغبث انواع الكهن في الطبيعه البشريه. عارف انت زميلك في الشغل اللي يروح يلحس جزمه مديره، ولما تقعد انت وهو تفطر سندوتشات طعميه بفحل بصل يقعد يشتكي لك من نفس المدير ويلعن سلسفيل اللي جابه امه، ولما يكون في اجتماع مع نفس المدير يلعن سلسفيل اللي جابوك انت. والموضوع بيبدا معاه من الصغر، يعني حتى في المدرسه بيكون هو الشخص اللي بيفكر المدرسين بالواجب وامتحانات الشهر، بيلحس للمدرسين ويجيب لهم طباشير طبي واقلام ماركر، وكل ده عشان درجات السلوك واعمال السنه. وبعد المدرسه يجي لك ويشتم في نفس المدرسين، ولو فكرت تعاتبه على افعاله هيصطنع الطيبه ويضرب لك دمعتين. والحكايه مش مقتصره على الدكوره بس، حتى النسوان فيهم ابشع انواع كهن الفلاحين. المرة من دول ممكن تقعد تكره صاحبتها في خطيبها وتقول عليه انه بخيل وريحه تحت بطاطه خيار مخلل وكرشه نازل قدامه مترين، ولما صاحبتها تفركش مع خطيبها تروح هي تلف عليه، وصاحبتها تكتشف بعد 4 سنين انهم اتجوزوا ومعاهم 2 عيال من غير ما تعزمها على الفرح حتى. لقم الفلاحين بقى يختلف تماما عن كهن الفلاحين. يعني مثلا في 2 رجاله كل واحد عنده قيراط ارض والاتنين زارعينهم رز، جه موسم الحصاد وواحد منهم لقى ان ارضه حاصده رز اقل من جاره، بدل ما يستعوض ربنا ويدعي انه يترزق السنه الجايه بمحصول احسن بيدعي على جاره ان ارضه تولع بجاز وسخ. وبرضه الحكايه هنا مش مقتصره على الدكوره. لو واحده ست شافت بنت جارتها اتجوزت قبل بنتها هتروح تعمل لها عمل سفلي على ظهر سلحفه ان جوزها يشوفها شمبانزي. لو واحده ست جوز بنتها مش عاجبها هتعمل له عمل سحر اسود جاي من اوغندا مستورد طازه، ويركبوا عفريت عنده اسهال وامساك في نفس الوقت. لو واحده ست شافت جارتها جابت عفش جديد للبيت بتاعها هتعمل لها عمل فودو من شمس المعارف يولع في اللي جابوها. تعالى اكلمك شويه بقى عن محافظات مصر الفلاحه، ونبدا بمعشوقه الجماهير محافظه المنوفيه العظيمه. بص، مهما اوصف لك عظمه محافظه المنوفيه مش هتكفيها حلقه كامله. المنوفيه دي مكان عالي قوي قوي قوي. تاريخ جمهوريه مصر العربيه بالكامل فيه 6 رؤساء جمهوريه حكموا مصر، 3 منهم من المنوفيه. انت متخيل العظمه؟ 50% من رؤساء مصر من المنوفيه. اهم مراكز المنوفيه هم مركز بركه السبع، مركز الباجور، مركز منوف، مركز شبين الكوم، مركز اوسنا. اهم مميزات شعب المنوفيه هي العبقريه. اعطيني مواد كيماوية وخرسانة مسلحة ومواطن منوفي وسأحتل العالم. والميزة التانية انهم حريصين على القرش، بيموتوا على القرش. يعني بيقولك مرة واحد منوفي راح يزور امه في المستشفى، لقى على الباب يافطة بتقول ادفع، قال يعني خلاص بقى هبقى استناها في البيت لما تخرج بالسلامة. وبسبب الميزة دي زمان كان بيتقال على المنايفة انهم يهود مصر، لكن اللقب انسحب منهم في الاونة الاخيرة وراح لمحافظة البحيرة. مصر كان فيها موالد ومقامات كتير زي مولد ابو حصيرة في البحيرة. ابو حصيرة ده كان حاخام يهودي من اصل مغربي، ناس من عيلة ابو حصيرة سابوا المغرب وهاجروا على مصر. شوية من اليهود بيعتبروا ابو حصيرة ده راجل مبروك كده وعنده كرامة، فعملوا له مقام في محافظة البحيرة. من طقوس احتفالات المولد ده انهم بياكلوا فطير بالزبدة. يعني بص، حتى في الاحتفال الفلاحين اسلوب الاحتفال انهم بيقعدوا على المقبره ويعيطوا. ورغم انه يعتبر اثر مصري تابع لوزاره الثقافه، الا ان اهل البحيره والبرلمان المصري احتجوا على الطقوس واتحكم بالغاء الاحتفال ومنع اليهود من الاحتفال سنويا بالمقام. اهم مراكز محافظه البحيره هم مركز ابو حمص، مركز المحموديه، مركز كوم حماده، ومركز دمنهور.
اهم شخصيات من البحيره هم احمد زويل الحاصل على جائزه نوبل، حسن شحاته الحاصل على 3 افريقيا متتاليه، ادهم الشرقاوي اللي طرشم وش الاحتلال الانجليزي، الشيخ محمد عبده، وطبعا مش هننسى اهم واحد في دمنهور مؤمن الديب. نيجي لمحافظه الغربيه ودي ما تقلش اهميه عن المنوفيه. المنوفيه لو انجبت لنا 50% من رؤساء مصر، فالغربيه انجبت لنا مركز طنطا. ولو ما تعرفش فمركز طنطا فيه مقام السيد البدوي. في ناس بتقول انه من نسل سيدنا علي بن ابي طالب، وناس بتقول ان ليه كرامات ومعجزات والحاجات دهيا. الاسطوره بتقول انه كان بيجاهد ضد حملات الصليبيين، كان بينقذ اسرى مسلمين كتير، والموضوع اتطور انه حتى وهو ميت كراماته كانت بتنقذ اسرى مسلمين. في بعض الطنطاويه ما بيعدوش كبيره ولا صغيره قبل استشاره السيد البدوي. المره من دول تروح المقام ترمي 40 جنيه جواه وتقول له اشفي لي ابني يا سيد يا بدوي. الولا يبقى جايب 73% في الثانويه العامه ويروح يرمي 90 جنيه في المقام ويقول دخلني كليه هندسه شعبة بترول يا سيد يا بدوي. الراجل يروح المقام يرمي 120 جنيه جواه ويقول الحنكلولو مش شغال يا سيد يا بدوي. للاسف يعني كميه جهل بالدين وتخلف عقلي ومنطقي يخلي بني ادمين يروحوا المقام بني ادم زيهم ويطلبوا منهم التوسط عند ربنا للشفاعه ولا فك الضيقه. يا جدع ده في واحد جاب اخره من الدنيا خلاص راح رامي كارت الفيزا بتاعه جوه المقام، اللي هو خد اللي انت عايزه يا سيد بدوي من الكريدت كارد، بس ظبط لي الدنيا كده عشان انا في الزرطبيحه مني خالص. محافظه الغربيه فيها مراكز مهمه تانية زي المحله الكبرى، زفته، كفر الزيات، ومش عايزين ننسى الاعظم على الاطلاق مركز بسيون، لان فيها قريه نجريك اللي خرج منها محمد صلاح. بالنسبه بقى لمحافظه الشرقيه فمليانه اساطير. مبدئيا انا هديك نبذه سريعه كده للهجتهم وابقى قابلني لو فهمت حاجه. علاوي وصل للوكيل مش تقفش عليا ومش تجرط عليا. اخويا اسامه كان البلد ومعلق فلوس، اديله تليفون خلاوي قال له خلك عرفات دنفر على وشه ومعدي. اهم مدن الشرقيه هم الزقازيق، فقوس، بلبيس. ليه سموه بلبيس بالاسم ده؟ الحضاره معروفه عندنا مثلا بتوع الكبده. والاعظم على الاطلاق مدينه العاشر من رمضان، المدينه اللي مؤرخه تاريخ اليوم اللي لما الجيش المصري طرطر على خط بارليف المنيع اللي عملوه احفاد القرود وقالوا لك مستحيل يتدمر. محافظه القليوبيه بقى مش فلاح مش فلاح بقول لك مش فلاح. امال منين؟ يعني من سنداوي. يعني فلاح؟ لا مش فلاح. سندوة دي فين بس؟ سندوة في القليوبيه. انا مش هتكلم عنها كتير، كفايه عليا اذكر مراكزها: الخصوص، شبرا الخيمه، الخنكه، القناطر الخيريه، ووجب ذكر مركزين مهمين كمان اولهم وهم العبور. بصوا يا جدعان، اي حد ساكن في العبور فانت عند الحكومه تعتبر فلاح عشان قليوبيه، فما يغركش انك عايش في كومباوند، انت فلاح برضو. تانيهم هو مركز بنها الاشهر على الاطلاق في تشغيل الدماغ، وده بسبب المثل اللي بيقول لك ده عامل لي فيها من بنها، عشان اي حد بيعوز يزوغ من اجره القطر بيقول انا نازل في بنها فما بيدفعش الاجره. نخش على محافظه كفر الشيخ، المحافظه اللي حيرت اي حد مش مصري. تخيل واحد مغربي بيقرا اسم كفر الشيخ من غير تشكيل، هيقول لك استغفر الله يا اخي، المصاروه دول وصل بيهم الفجر انهم بيكفروا الشيوخ كمان. الحقيقه عكس كده نهائي، كفر الشيخ انجبت كم هائل من شيوخ ودعاء اسلاميين. اهم مراكز كفر الشيخ هم مركز الرياض، يعني ترى هذه عاصمه السعوديه داخل كفر الشيخ، مركز مطوبس الاشهر في كفر الشيخ بسبب ان اي حد عامل فيها اسباني وبيشجع مدريد او برشلونه او عامل لي فيها ميتال هيد او جوث جيرل بيتقال له يا اسطى انت من مركز مطوبس، يعني خش سخن رغيف التموين وهات علبه الجبنه العبورلاند من الثلاجه نتعشى. ومركز دسوق اللي فيه مسجد سيدي ابراهيم الدسوقي اللي بيتقال انه اخر الاقطاب الاربعه الصوفيه، ومدينه بوتو القديمه اللي كانت عاصمه مملكه الشمال في عصر ما قبل توحيد القطرين. تعالى لمحافظه الدقهليه اللي محدش فاكر اسمها اساسا عشان متخرتقه مدن مشهوره، يعني اشهر من اسم المحافظه نفسها زي مدينه المنصوره. هتلاقي هناك مدينة بني عبيد اللي اتشهرت بسبب ان ناديهم كسب نادي الزمالك في كاس 2009. يا اخي الزملكاويه دول بيصعبوا عليا والله. تخيل مدينة كاملة تتشهر على قفاك بسبب ماتش كورة. ومش عايزين ننسى مصيف جمصة الراعي الرسمي للكادحين في مصر. اخر محافظة معانا هي دمياط وهي الاقرب لقلبي. شوف مهما اوصف لك قد ايه اللهجة الدمياطي دي بتقتلني من الضحك مش هعرف، يعني خد لك نبذة هنا عن اللهجة وحاول ما تقعش من الضحك. ركز الفتة بفتح النار اسمها بسرج النار، اول ما بشم
ريحة زناخة دم بيفور، ما اسمهاش مضلمة، اسمها الدنيا خرمس. لما بيحصل لك حاجة مفاجأة لفتة بتحس بجعزة، حاجة كده بتجعزها، يبقى اسمها الجعاز. اهم صناعة دمياطية هي ورش الموبيليا، يعني اجمد صنايعي سويدي في ايكيا يجي يتعلم من اقل صنايعي دمياطي في المجال ده. اهم مثل في دمياط هو صباح الخير يا ورشة مساء الخير يا فرشة. اهم اكلة دمياطي هي المشبك الدمياطي. لما حد يقول لك يا فلاح اوعى تزعل منه، الفلاحة دي من اعظم مهن التاريخ. دولة مصر العظيمة بتاريخها الاعظم على الاطلاق اقيمت بسبب ان جماعة فلاحين اتجمعوا حوالين نهر النيل وبدأوا حضارتهم من هنا. الفلاح هو اللي بيأكلنا وبيعلف بهايمنا اللي بنتغذى عليهم. الفلاح هو السبب اللي مخلينا ما بنستوردش كل محاصيلنا، زي دولة بولندا مثلا اللي هتلاقي فيها بصل وثوم وخضار وفاكهة مصري. الفلاح المصري بيزرع افضل قطن في العالم، اللي بيخلي اي حد بيتفشخر بلبسه انه قطن مصري طويل التيلة. الفلاح المصري لا غنى عنه. لما تلاقي ولا كهراوي بيقول لك يا فلاح، اتفشخر بكلمة فلاح ورد عليه وقول له انا فلاح وعايش العيشة دي، وانت كهراوي متمدن وعايش العيشة دي.